معظم البيوت دلوقتي فيها طرف مش مرتبط، يعني يا اما هو اصلا ما اتجوزش وما بقاش صغير، او هو اساسا كان خاطب وفركش، او كان متجوز وطلق. طبعا كل شيء نصيب، بس هل فكرنا انه ممكن يكون الشخص ده نفسه بقى عنده شوية خوف كده من انه هو يرتبط او يلتزم؟ انا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. الخوف من الارتباط او الالتزام هو حاجة شائعة جدا ومعروفة، ودي طبعا ليها أسباب كتيرة جدا جدا جدا. أكتر الأسباب اللي واضحة في الموضوع ده التجارب السابقة السلبية، يعني كان خاطب قبل كده والدنيا ما مشيتش مظبوط، كان في علاقات عاطفية والتزامات وبرضه الدنيا ما ظبطتش، ما مشيتش زي ما الشخص ده كان عايزها. في آلام نتيجة للتجارب السلبية اللي موجودة في حياة الإنسان. الكلام ده بيأثر على الثقة وبيخلي دايما الواحد عنده خوف من الالتزام في المستقبل. سبب تاني من الخوف انه الانسان يرتبط او يلتزم هو الخوف من الالتزام الدائم. جملة يعني نقف عندها كده، بس احيانا ناس كتيرة بيكون عندها خوف من الالتزام اللي هو يبقى لفترات طويلة، يعني مع انه ممكن يبقى عادي جدا في حياته العادية، هو شخص ملتزم وطبيعي ومنظم وكل حاجة، بس ما يقدرش يلتزم لفترة طويلة بالتزام طويل الأمد زي ما بنقول، يعني لأنه هيحس شوية بالقلق، لأنه هيفقد جزء كبير من حريته، وأحيانا كمان بيحسوا إن هم فقدوا الاستقلال الشخصي بتاعهم. خوف من الفشل هو تقريبا السبب الشائع جدا في كل أسباب الخوف اللي عدت عليا. إحساس الإنسان إنه ممكن يفشل أو ممكن التجربة اللي هو داخل عليها ما تمشيش زي ما هو عايزها بيخليه أوقات كتيرة جدا يتراجع، بيرجع في كلامه، لأنه هو بيتشكل عنده خوف كده إنه احتمال ما يقدرش يتكيف مع الالتزامات الجديدة، أو ما يقدرش يشيل المسؤوليات اللي هتتفرض عليه، أو ما يخليش الطرف التاني مبسوط معاه، أو ما يقدرش يحقق توقعاته هو شخصيا اللي مستنيها من الطرف التاني في العلاقة بتاعته. التردد والشكوك دي سبب من الأسباب اللي بتخلي كمان الإنسان يقلق ويخاف جدا من الارتباط أو الالتزام، لأنه هو طول الوقت في أسئلة كده شغالة في دماغه، وشوية شك وشوية ترددات شغالة، عمال يسأل نفسه طول الوقت: يا ترى العلاقة دي هتكمل ولا لأ؟ يا ترى احنا هننفصل ولا لأ؟ يا ترى الشخصية دي هي الزوجة المناسبة؟ وهي تسأل نفسها: هو أنا اخترت مظبوط ولا هيجي بعد شوية هيطلع الدنيا مش مظبوطة؟ الأسئلة الكتير دي بتبقى بالظبط زي اللي ماشي وفجأة بيلاقي عقبة في طريقه فبيقف، مع إنه ممكن ببساطة يعدي العقبة دي، يحاول من جنبها ويمشي في حتة تانية. الخوف من الالتزام العاطفي ده سبب تاني بيخلي الناس تقلق من إن هي ترتبط. الخوف من الالتزام العاطفي دي جملة كبيرة جدا، بس هي موجودة على أرض الواقع. في ناس حقيقي بتخاف تغرق جوه مشاعرها، يعني هو بيبقى خايف يعبر عن حبه زي ما هو حسه، مع ان هو ده الاحتياج على فكرة. هي كمان بتكون خايفة تغرق جوه مشاعرها وتطلع كل حاجة حلوة عندها وتعبر وتدي وتبقى إنسانة معطاءة. كل ده بيقف لما بيقفوا شوية عند حتة الخوف من الارتباط. الكلام ده بيبقى فيه شوية قلق من ان انا ممكن اترفض او اتجرح او اتعرض لصدمة انا مش حملها، فده بيخلي الواحد يرجع في كلامه تاني ويقول: أنا مش عايز أرتبط. طبعا كلنا دلوقتي عندنا حتة الضغوط اللي موجودة في حياتنا. الحياة دلوقتي ما بقتش زي زمان، رتم الحياة سريع جدا جدا، حتى واحنا ماشيين في الشارع احنا لو بصينا كده خدنا دقايق وبصينا حوالينا هنلاقي كل حاجة حوالينا بتتحرك بسرعة غير عادية. ده نتيجة لضغوط الحياة الجديدة. كل ده بيولد زيادة خوف في الالتزام. لو عندنا بقى كمان شوية التزامات في الشغل ومش فاضيين وحياتنا مليانة حاجات تانية، ببساطة كده هنختار الأسهل وهنقول: أنا ما عنديش وقت وما عنديش مجهود أديه لحد وما عنديش طاقة أديها لحد. وده الشائع دلوقتي على فكرة. يعني في أسباب كتيرة للخوف من الارتباط، لكن الموضوع ما بيخلاش إن احنا برضو عايزين حد في حياتنا نتكلم معاه، نفضي معاه مشاعرنا، وأوقات كتيرة قوي نفضي معاه همومنا.
يمشي معانا في الطريق ويسندنا لو وقعنا، يفرح معانا واحنا فرحانين ويزعل لو زعلنا. لو انت من الناس اللي بتخاف من الارتباط، يبقى احنا ميعادنا المرة الجاية ان احنا نعرف ازاي نتغلب على اسباب الخوف من الارتباط والالتزام. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير.